احتضان كأس إفريقيا، كيف تحدث عملية اختيار الفائز؟ نعم أكيد زميلي عماد، البداية تكون بتكوين البلد المنظم لملف يضم أبرز التفاصيل المتعلقة بالمنشآت الرياضية والملاعب والفنادق وإلى آخره. ثم تكون هناك لجنة من الكاف تأتي إلى البلد، ذلك البلد المنظم، لتعاين ما تحدثت عنه في الملف في بداية الأمر، وتعين كل المنشآت الرياضية من ملاعب، وأيضا التي ستكون بمعيار حقيقي لهذه اللجنة. ثم يكون هناك تصويت من طرف لجنة الكاف على بناء على تقرير اللجنة بخصوص معاينته لتلك الملاعب. هكذا تكون يعني غروسو مودو هذا هو المجمل تاع ملف البلدان التي تترشح لتنظيم الكاف. ولكن كل هذه الأمور تسقط بوجود الكولسة. أظن أنه من بين الأمور المهمة التي يجب على البلد المنظم إذا أراد النجاح في أي احتضان، أي تنافس، أي تظاهرة، خاصة هنا على المستوى الإفريقي. والدليل هو احتضان الجابون. يعني شاهدنا الملاعب التي لعب فيها المنتخبات الإفريقية بالإضافة أرضية. نعم أكيد، بالإضافة إلى النسخة الأخيرة للكاميرون التي كانت أرضيته كارثية. يعني كيف كان التصويت على هذا البلد من حيث المنشآت، من حيث الملاعب التي لم ترقى لمستوى تطلعات المنتخبات الإفريقية، خاصة تلك التي نقول منتخبات كبرى كالجزائر والمغرب ومصر. واضح أمين. مصطفى، ما زال المغرب المنافس الأول ربما للجزائر على شرف الاستضافة، لكن هو نفسه الذي انسحب من تنظيم كأس إفريقيا 2015 وترك الكاف في ورطة حقيقية. هو الآن يترشح ويريد الاحتضان في وقت الجزائر أكثر استعدادا لهذه النسخة. أكثر استعدادا من الناحية الكولسة، مش من ناحية البنية التحتية. أكيد الجزائر أكثر استعدادا من ناحية البنية التحتية. أكيد الجزائر مستعدة أكثر استعدادا من ناحية الملف قوي. أكيد اللي راح يكون راح يدرس في اللجنة. لكن من ناحية الكولسة أكيد أنه البلد هذا عنده ناس، وحتى يعني عنده المسؤول الأول في هيئة الفيفا، يعني في المجلس التنفيذي تاع الفيفا. ما نتكلملكش على الكاف، عنده ناس مؤثرين ياخذوا القرار. مرة هناك 5 نائبين يعني لرئيس موتسيبي، ال5 نائبين هم مقربين من فوزي لقجة. مقربين قلت لك أنا صراحة من هذا الجانب نبقى متحفظ. علاش عماد؟ لأنه لما تتكلم لي على البلد هذا، لما تشوف أنت الجزائر من إفريقيا الشمالية، بلدين من نفس الجهة يترشحوا، يعني هنا تطرح تساؤلات ما تشوفهاش في جهة أخرى، ما تشوفهاش على سبيل المثال في الجنوب إفريقيا. ما تشوفش جنوب إفريقيا وبلد آخر مجاور راح يترشحوا في نفس الوقت. لكن تشوف أنت الجزائر والبلد اللي تكلم عليه يترشح إلى كأس في نفس الوقت، يعني هنا تبدأ تطرح لماذا هذا البلد لما شاف الجزائر ترشح يوضع الملف تاعه. لا تعتقد شيخ مصطفى أن المغرب يملك خلفية مع الكاف الذي يعني المغرب رفض، ربما يريد تلميع صورته؟ هو الكاف، البلد هذا هو الكاف، البلد هذا هو اللي يقرر. البلد هذا راح يحتضن كأس العالم للأندية، ماشي هكذاك وصل هذا البلد لهذا المستوى هذا، لأنه عندهم واحد كما اللي كان عندنا حنايا الحجر وراء، الناس قاع طاحت عليه، نحاوه، جبدوه، ازاحوه. علاش؟ باسكو كان يخدم البلاد. هذه هي، حنا اللي يجي يخدم البلاد هذاك هو اللي نطيحوا عليه، هذاك هو اللي نخرجوه. حنا لو كان في 2017 ولا في 2018، ما نذكرش التاريخ، ما نذكرش السنه، ما نحيناش الناس اللي كانوا في الهيئات، لو كان اليوم الجزائر راح تكون اقوى من اللي كانت عليه.
احنا جاء رئيس نحى بعث مراسله نحي فلان نحي فلان وما استخلفناهمش. هذا المشكله احنا وين راهي؟ احنا لان الراجل يضرب الراجل، احنا هنا مشكلتنا هنا داخليا، هذا يضرب هذا ماشي مع هذا ما يحب هذا يكره هذا عدو تاع هذا. لكن كي تشوف نتايا الناس في بلدان اخرى كلها مجنده من اجل هذاك الشخص، ويمدوا له كل الامكانيات ويرافقوه ويساندوه باش يطلع للمستوى العالي. لكن احنايا تكلم لي انت تقول لي البلد هذا عنده ناس وعنده ناس نافذين، هما يقروا هما ياخذوا القرار. هذا اللي ربما هنا راح الفارق يكمن الفارق في هذا الناس هذو. انا نقول لك متحفظ لو السلطات العليا ما تدخلش في هذا الملف، نقول لك انا اسمح لي ما راحش نمسوا بتاتا. ربما الملف تاعنا حيقول لك باللي يخصكم الغازون ماهوش طالع مليح، غير نحيو هذا الملف هذا باسكو ما يمشيش، يسيبوا لك اي سبه. لانه لو تولي انت في الكولاسه، لو الجزائر هي قويه في الكولاسه راح يعاودوا يمشيوا لك الملف تاعك، يقول لك الملف تاعك او خصو هذه او فيها اجراءات او فيها هذه. اتحاد 54 اتحاد يتحكم فيهم هذاك الرئيس هذاك اللي تحكي لي عليه، هو اللي يتحكم في معظم الرؤساء، وعنده لوبي يقدر يزعزع عرش تاع انفونتينو. تقول لي انت ما يعطيلوش الاخر، ما يعطيلوش كاس. انا قلت لك لو كان السلطات العليا ما تتدخلش في هذا الملف، انا نقول لك صراحه متشائم باش الجزائر توصل. لا نملك اي حظوظ مصطفى. ماشي انايا، ماشي هذيك ماشي عندي. انا نقول لك انا رايي الشخصي كيفاش نشوف الامور، كيفاش نتصور الامور. ماشي نقول لك انا عندي ميكانيزمات ولا نعرف ولا عندي الواقع هذا واقع. ما عندكش ناس اللي تدافع على الملف تاعك، ما تستناش الخير. صح. يعني نستنى في اسمه سفيزف، نعرف الترشيحات تاعو كان يقول لي يا اخي قالنا باللي ندخل جفي كيفاش قالها، جو في رونتري او لافريك اما مانيير سي كوم سا. هذا قال لهم راح ندخل نكتسح افريقيا بطريقتي الخاصه. انا نستنى في طريقته الخاصه هذه ان شاء الله. مصطفى مزا، فريد مطاوي.